أنا مالي ضحية. أنا نزلت على رجلي بسوريا، وأنا ضد النظام مش كرمالكم، كرمالي. الجمهور اليوم أنصفك بهيدي المحنة؟ الجمهور رح جرب روقها، رح جرب كون رايق معهم. وأنا آسف، بس بهديك اللحظة لأول مرة بحس خانني أكتر شي كنت معه للآخر بحياتي. حسيت إنه خانوني. أنا كنت بموقف عم أقول لأ، ورفضت حفلة بسوريا، ورفضت لقاءات بسوريا، ونزلت عملت المطلوب مني على القد كرمال ما موت أو تنأذى أو ينأذوا أهلي، وهربت من سوريا. تعرف شغلة؟ في شي غير عادل بهيدي الحياة. كلياتنا بنعرف عن إجرام هذا النظام، سواء بلبنان ولا بسوريا. نعرف. وفيني أقول لك على نقطة كتير مهمة. أسفي مش على إجرام النظام فقط، أسفي على من دخل بهي البؤرة طوعا. فاتهموني بالخيانة. خونوك. أنا ما دخلت طوعا، بس فتت رجال وطلعت رجال، ما علموا علي. وبتعرف ليش ما حكيت بعزة؟ ليه ما حكيت؟ لأنه أنا ما بدي أتسلق، ما كان بدي أركب الموجة. خلصتوا؟ خلصت الموجة، كل يومين ثلاثة بتطلعوا بتقولوا لي ما أنت نزلت على بلد، عم تعايروني بشو؟ من هون نتيجة هذا الحديث أنا مالي ضحية. أنا نزلت على رجلي بسوريا، وأنا ضد النظام مش كرمالكم، كرمالي. وأنا هلأ مع سوريا مش كرمالكم، كرمالي. وما ترضوا عني. أنا مبسوط بمبادئي ومعتقداتي، ولما بغني لسوريا رح غني كرمالي مش كرمالكم.